وسط غابة الأطلس وتحديدا في نواحي مدينة أزرو كاين واحد المستشفى مهجور، أكبر مستشفى في المغرب. هذا المستشفى كان سميتو بن صميم، كان خاص هو بالأمراض الصدرية. هذا المكان اللي كان واحد الوقت أكبر وأضخم مستشفى في إفريقيا كامل، اللي اليوم تحول لواحد المكان من الأماكن المرعبة اللي كاينة في المغرب. الإشاعات كتقول باللي أي واحد دخلو بالليل ما كيرجعش يخرج، وباللي انه اللي دخل كيسمع واحد الاصوات وواحد الغوات وواحد البكا. هو صراحه انا مشيت داك المستشفى ولكن ما خلاونيش ندخلو، ودخلت لواحد الطريف واللي شفنا تما ما يمكنش. المهم تلتالو غنعاودكم شنو وقع لي تما. المهم هذاك المستشفى كانوا فيه بزاف ديال الناس اللي كانوا مرضين بمرض السل، كيجي في الصدر ولا في الحلق ولا في، المهم راكم عارفين هذا المرض هذا. وهذاك المستشفى توفاو فيه بزاف ديال الناس، وباقي لحد الان خاوي، ما بغاوش يصلحوه ولا بغاو يديروا له شي حل. اليوم ما جيتش غير باش نعاود لكم هاد القصه، وانما اليوم غادي نغوصوا في التاريخ ديال هذا المستشفى، وغادي نحكيو القصه ديالو ونشوفوا بالضبط كيفاش تطور هذا المستشفى وعلاش ولا بهاد الحاله هكا. اول حاجه بعدا خصنا نعرفوا هذا المستشفى كيفاش تبنى. في 1948 فاش كان المغرب تحت الحمايه الفرنسيه، فرنسا كانت كتقلب على شي بلاصه اللي يكون فيها الهواء نقي وتكون مرتفعه على سطح البحر. وهنا كتلقى واحد البلاصه اللي زوينه في بن صميم، وقررت انها تنشأ المصحه باش تعالج مرض السل، حيت في داك الوقيته كان هذا المرض ما كيرحمش، ومازال لحد الان ما كيرحمش، ما عندوش شي علاج من غير انه خص الراحه ويكون الهواء نقي وفي شي بلاصه اللي زوينه. وهنايا اختاروا هاد الهضبه اللي في بن صميم اللي كترتفع على سطح الارض ب 1600 متر. وفي عام 1954 كيتم الافتتاح ديال هذا المشروع الضخم. تخيل معايا شحال دوزو فيه. وهذا المبنى على شكل طائره، فيه 8 ديال الطوابق وكيهز اكثر من 400 سرير. المساحه كانت مجهزه باحدث الوسائل الطبيه في العالم، قاعات سينمائيه، واحد المكتب اللي ضخم، حدائق اللي شفتهم بعيني عرفتي قداش، غابات ومطابخ، ومهم باعلى المستويات، لدرجه ان الاثرياء والمرضى من اوروبا كانوا كيجيو يداواو هنا. وكان كيبان بحال شي قصر او فندق ديال 5 ايطوال 5 نجوم كذا وسط الغابه. ولكن كيفاش هاد الجنه الطبيه غتحول لاكبر كابوس غادي يعيشوه. نهار اللي خدا المغرب الاستقلال ديالو عام 1956، والمستشفى بقى خدام واحد شويه وتابع الوزاره الصحيه المغربيه اللي كانت كتسمى مستشفى ابن صميم. ولكن فجاه في 1975 وبلا سابق انذار تقرر اغلاق المستشفى بصفه نهائيه. غنسدو حنا الطبيب. علاش؟ هنا فين كيبدا بزاف ديال الهضره. كاين اللي كيقول باللي ان التكاليف ديال التيسير ديالو، زعما باش التكاليف ديالو كانت غاليه بزاف وحنا ما قادرينش عليها. وكاين اللي كيقول باللي ان لقينا الدواء ديال مرض السل وما بقيناش محتاجين هذا المستشفى. تخيل معايا المستشفى كامل غادي نحيدوه حنايا، سالينا من هذا المرض. كاينين امراض واحد اخرين المهم هنايا. والناس هنايا عاوتاني ديال اللي ساكنين تما واللي قرابين على ديك المنطقه ولا اللي كيعرفوه عندهم واحد الراي مختلف كاع. يقولوا بلي ان بزاف د الوفيات كثروا في دقه واحده، وبزاف ديال الامور اللي وقعت تما خلات الممرضين والاطباء وداك بزاف يهربوا من تما ويخليو داك البلاصه ويخليو داك الاجهزه الطبيه الغاليه والملفات وبزاف د الحوايج. وتخيلوا معايا مبنى بهاد الضخامه وبهاد الكبر وبهاد الشيء كامل تخلاو عليه في دقه واحده. وتخيل معايا دوله كليا هجراته هذه اكثر من 50 سنه. انا باقي لحد الان علاش حتى واحد ما فكر يرجعوا يعاودوه ولا يرجعوا ينشئوه. حاليا دابا حنا غادي في واحد التطور اللي مزيان. وهذا السؤال اللي كيفتح الباب للجنون والاساطير. حاجه طبيعيه، اي بلاصه ملي كنهجروها وكتكون كبيره او لا سواء صغيره غادي تسكن في وسط هاد الغابه المعزوله. راهو هنايا كيقولوا باللي ان داك الناس ديال داك المنطقه كيهضروا على واحد المقبره المنسيه اللي كانت قريبه من داك المستشفى، وفين كانوا كيدفنوا داك الجثث ديال المرضى اللي كانوا كيتوفاو بمرض السل، وما لقاو اللي يدي داك الجثث ديالهم، ما كاين العائلات ديالهم لا والو. كيقولوا باللي انهم كانوا كيدفنوهم في داك البلاصه، وشاكين باللي ان الارواح ديالهم هما واقيلا اللي جاو داك المستشفى. هنا واحد الراجل اللي كيعاود لنا القصه كان واحد من حراس الغابه، كيقول باللي ان في واحد الليله اللي بارده شاف
بزاف ديال الضواء وكيتشعلوا ويتطفاو في الطابق الرابع، رغم ان المستشفى ما فيه لا ضوء لا حتى واحد. صافي هجروه، شكون اللي كيشعل الضوء شكون اللي كيطفيه؟ وملي قرب بدا كيسمع واحد الصوت بحال شي حد بالكحه وشي وحدين كيبكي صافي، وكيسمع بشي موجات صوتيه جايه من هنا وهنا، ومن بدا هو كيتفكر باللي ان نفس الكحه اللي كانت في الاول بداك الناس اللي كانوا مرادين بداك مرض السل. شك هو قال باللي انه بلي يكون شي واحد هنا ولا كيلقى حتى واحد. ثاني عاوتاني ديال واحد المغامرين وصناع محتوى قرروا انهم يدخلوا لهذا المستشفى بالليل ومعاهم الاجهزه ديال رصد الاصوات فاش هبطوا ياك، وكيشوفوا داك المشرحه القديمه في كانوا كيخبيو داك الجثث ديال الناس، والكاميرات ديالهم بداو كيتصطفاو دقه واحده، وسمعوا واحد الصوت ديال الخطوات اللي كتقيله ومهم الزاج وبزاف ديال التخربيقه كانوا كيقولوا. وهنايا لدرجه خلاو الدوزان ديالهم وهربوا، والرعب اللي عاشوه تما خلاهم يحلفوا ما يعاودوا يرجعوا، وكيحضروا اي واحد ما يدخلش لذاك البلاصه. بلاتي واش هادشي حقيقي؟ كصانع محتوى خاصني نعطيكم الحقيقه كامله. علميا ونفسيا المستشفى ديال بن صميم مبني بواحد الطريقه اللي هندسيه كيخلي الريح يدخل من كاع الجهات. هادشي كيدير الصدى ديال الصوت قوي بزاف لداخل وكيشبه الغوات او البكا، وزيد عليها الفوبيا ديال الاماكن المهجوره اللي كيتخلى عليها الناس ولا اللي كتدخل لها دماغك كيبدا يترجم اي حاجه كيسمعها، خيال او حركه ديال شي فار او شي طائر او شي. حيت مشيت لذاك البلاصه وغنعاودها لكم في التالي، قسما بالله ما نكذب عليكم. ولكن الحقيقه المرعبه في بن صميم ماشي هي جنون، الحقيقه هي بنادم. هذا المكان اللي معزول واللي سنوات طويله 50 سنه ياك، وكان ديال قطاع الطرق كانوا اي مجرمين كيهربوا كيجيو ليه، والناس وبزاف د المغامرين تما باللي كانوا كيجيو، واللي صراحه كان داك المكان خطر حقيقي على الحياه ديال اي واحد، حيت تقدر تلاقي مع اي شي حد مسلح او شي عصابه. وزيد عليها ان البني ولا بحال يرشا، وفي اي لحظه يقدر يريب السقف، يقدر يريب اي حاجه واي حاجه طيح وانت الدماغ ديالك كيحللها. نقول لكم القصه ديالي او لا نكملوا بعدا. مستشفى بن صميم غيبقى واحد المعلمه اللي تاريخيه واللي كبيره بزاف في واحد اللغز اللي كبير من القضايا ديال الرعب في المغرب. وصراحه نتوما اللي كتفرجوا فيا دابا، واش كاين شي حد فيكم من المنطقه ديال ازرو او لا افران كيعرف هاد الحكايه اكثر على هذا المستشفى؟ واش نتوما كتقدروا تمشيو لهذا المستشفى تشوفوه او لا دخلتوا له ولا كذا؟ شاركونا الاراء ديالكم في التعاليق وغادي نقراها كامله. وما تنساوش اول حاجه لايك، متابعه باش تبقاو تسمعوا القصص، وغادي نعاود لكم القصه ديالي. اقسم بالذي لا اله الا هو ما نكذب عليكم، كنت انا وواحد 5 دراري غادي نصوروا، عندي انا الفيديوهات كاملين، كنا غادي نصوروا واحد الطراك. مشينا لتمايا، شفت داك المستشفى كبير، دخلنا لتمايا، جينا شي واحد كيصاوني، شكون؟ سمحوا لي الخوادريات شدوا البوليس. تخيل ما انت غادي تسوق وغادي بلا اوراق، شنو بغيتي يديروك البوليس؟ تيقولوك غير كمل الطريق. المهم ما علينا، بنادم مهبيل. قلت لكم والله ما نكذب عليكم، مشينا تمايا كان باغي يصور واحد الطراك. هو كان ضروري خصو يدخل داك المستشفى، وصراحه دخلنا ما نكذبش عليكم، ما طلعناش وما درناش، هي واحد الطريف. اقسم بالذي لا اله الا هو تسمينا داخلين، اقسم بالذي لا اله الا هو ما عرفنا الاخر منين جا. واحد الراجل قسما بالله ما عرفنا منين جا. انا كنت غادي له، هما غادي لقدام حتى جا دالوها. ها عرفتي، انا هربت، خرجت، حطيت الماتيريال داك الكانو وداك الكاميرات ورجعت دخلت عنده. قلنا ما غاديش تحركوا حتى تمسحوا هذا الشيء هذا ولا غنعيط لكم الجدرميه. ويلي اش غندير؟ داك صاحبي ذكي ضرب داك لاكارد اللي فيها داك الشيء وقال له حنا كنمسحوا. خرجنا، هربنا مازال لحد الان ما عرفتش هذاك هو انسان، ولكن كيفاش دخل تما، كيفاش عرفنا وكيفاش خرج ما عرفتش، كيفاش عرفنا وكذا، باش ما نقدرش انا نصنع لكم شي حاجه ونقول لكم كذا وكذا.
المهم داك خونا ما عرفناش كيفاش جا ولا كيفاش عرفنا اصلا تما. حنا دخلنا بواحد التخيبيعه ما يمكنش. هادشي اللي كاين. بغيت نوريكم داك اللقطات و دابا نقدر بلاش باش حيت باش ما يقولوش راه غير ضحك معكم. يلا الدراري تنشافوا ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم.